أهلا بكم أعزائي طلبة الصف السادس بفرعيه العلمي والأدبي. معكم برنامج كنوز الفرزدق يأتيكم من ثانويتي الفرزدق الأهلية للبنين والبنات. الفريق الأول راح يكون فريق الكابتن سارة، والفريق الثاني فريق الكابتن عباس. نبدأ بالفريق الأول كابتن سارة. السؤال الأول بالقواعد: ألا قاتل الله النوى ما أمره وأختله، ماذا يريد النوى مني؟ في ضوء منهجك اعرب ماذا موحدة غير مجزئة معززا بالقاعدة. تعربي لي ماذا موحدة وليست مجزئة وتعطيني القاعدة. The game begins in 3, 2, 1. ماذا يريد النوى؟ نذكر كل فريق 7 أسئلة، 5 قواعد و2 أدب، ولكل سؤال 3 درجات. نذكر بجوائز هاي: الفائز الأول 1,000,000، والفائز الثاني 500، والفائز الثالث 250. والطلاب كلهم يقول استاذ إذا فزنا راح نعطيك الجائزة مريتها إن شاء الله. حلقات تأتيكم في شهر رمضان المبارك، إن شاء الله شهر الخير. الوقت بقى عندنا 28 ثانية. 20 ثانية على الوقت. بنات في أول سؤال ما شاء الله عثرا إلى الآن. 10 ثوان. انتهى الوقت. اعطيني الجواب ووقف الكتابة. يلا الجواب نسمع من كابتن سارة. ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأن تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعول. و3 درجات. أول 3 درجات لفريق الكابتن سارة. تصفيق حتى نسمع. السؤال الأول للبنين قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لم ولما أداتان، في ما الفرق بينهما؟ سؤال بنا في ما الفرق بين لم ولما، والوقت يبدأ. من الأسئلة الكثيرة بالوزارة: ما الفرق بين لم ولما، لم ولن، لن ولما؟ فهذا السؤال قوي جدا بالوزارة. شوف الجواب مالتهم وننبه على الجواب إن شاء الله. راحت 30 ثانية، بقى دقيقة كاملة. الوقت بعد 30 ثانية. 30 ثانية. أول 3 درجات للبنات. شوف البنين 15 ثانية متبقية. باقي 3 ثواني، ثانيتين، خلص الوقت. الجواب: الأثر الإعرابي 2 لما ولم جزم الفعل المضارع. صح. أما الأثر المعنوي لم أداة نفي تنفي حذوف الفعل في الزمن الماضي المنقطع والنفي بها متوقع الحصول لا يحتاج إلى قسم. ولما أداة نفي تنفي حذوف الفعل في الزمن الماضي المتصل بالحاضر والنفي بها متوقع الحصول. عيد لم. أداة نفي تنفي حدوث الفعل في الزمن الماضي والنفي بها متوقع الحصول. غير متوقع. بس هذا دخلها نص درجة ودرجتين ونص للولد. تصفيق. أستاذ شلون؟ غير متوقع. وغير متوقع الحصول بلم. السؤال الثاني للبنات:
سئل أحد الحكماء: أي الأمور أشد تأييدا للعقل؟ قال: مشاورة العلماء وتجريب الأمور وحسن إلى آخره. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه معللا؟ The game begins in 3, 2, 1. دقيقة بقى، مضت 30 ثانية. أستاذ، الجواب دلالة اسم الاستفهام لغير العاقل. لغير العاقل. وإعرابه اسم استفهام معرب مبتدأ لأن تلاه اسم نكرة. تصفيق 3 درجات كاملة للبنات. السؤال الثاني بنين: إذا المرء لم يكفف عن الناس شره فليس له من سائر الناس عاذر. كيف تستبدل لم بأداة نفي واقع في جواب القسم محافظا على الزمن؟ The game begins in لم 3, يكفف استبدلها بأداة واقع في جواب القسم. استبدل لم بأداة واقع في جواب القسم. باقي هواي وقت، دقيقة باقي. لم يكفف، هذا السؤال مهم جدا أيضا. لم يكفف، كيف نحول الفعل إلى ماضي؟ نصف الوقت مضى. تسع ثواني. والسؤال: استبدل لم بأداة واقع في جواب القسم محافظا. ونسمع الجواب. نعم أستاذ، والله ما كفف. والله ما كفف. اعطيني الورقة. هذا أستاذ. أستاذ ما يصير. والله ما كفف هي والله أي ما خلينا نحكي بس نحكي. إذا لقينا فعل مضارع 2.5 بدون، لأن البنات ما شاء الله والولد ما يخلونا نجاوب. 2.5 الولد. فاصل ونواصل. عدنا إليكم بعد الفاصل والسؤال الثالث. وقبل السؤال الثالث نذكر بالنتيجة: 6 درجات مقابل 5. السؤال الثالث للبنات: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. سواء جعلت الركن الثاني لجملة الاستفهام أو جعلت من ذا كلمة واحدة فإعرابها واحد. وجه ذلك الإعراب مبينا، العفو، مبين موقعها الإعرابي. أريد إعراب من ذا، جعلتها ركن واحد جزأتها يبقى إعرابها واحد. اعطيني إياه. The game begins in 3, 2, من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. سواء جعلنا من ذا وجه واحد أو جزأناها فيبقى إعرابها واحد. إعراب هو إعراب.
جواب. من ذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم أو مبتدأ جوازا لأن تلاه أحد أنواع المعارف. إذا تلاه أحد أنواع المعارف في كلا الحالتين والجواب صحيح 3 درجات. سؤال 9 صارت البنات والولد بعدهم 5. والسؤال الثالث للبنين. فعلى ما يخشى المرء فرقة روحه أوليس عاقبة الحياة فراقه؟ كيف توجه إعراب اسم الاستفهام؟ ما قايل سبب بس إعراب. على ما يخشى المرء فرقة روحه أوليس عاقبة الحياة فراقه. كيف توجه إعراب اسم الاستفهام؟ نسمع الجواب بأقل من 30 ثانية. جواب. اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر لأنه سبق بحرف جر. والجواب صح. اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر وحذفت ألفه للتخفيف، ما ردنا السبب. 3 درجات أيضا للبنين. السؤال الرابع بنات. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. وردت لم ولن في النص القرآني، فكيف تفرق بينهما معنى وعملا؟ لم ولن والوقت بدأ. 3, 2, 1. وقت بعد هواي بعد دقيقة. ما الفرق بين لم ولن في الآية القرآنية معنى وعملا؟ ثلاثين ثانية بقى. نسمع الجواب لو بعد. نسمع الجواب. لم أثر الإعرابي جزم الفعل المضارع. أثر المعنويتين في الفعل في الزمن الماضي المنقطع والنفي بها مؤكد لا يحتاج إلى قسم والنفي بها غير متوقع الحصول. عافية. لن الأثر الإعرابي نصب الفعل المضارع. أي. والمعنويتين في الفعل في الزمن المستقبل المؤكد بدون قرينة سين وسوف. 3 درجات للبنات. عافية. سؤال الرابع للبنين. واتلوا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ما تعبدون السؤال. اعرب اسم الاستفهام معللا. اعرب اسم الاستفهام معللا. خمسين ثانية بقى. نسمع الجواب لو بعد على راحتك بعد هواي. نعم أستاذ. الجواب. اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم السبب تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعول. والجواب صحيح 3 درجات للبنين أيضا. سؤال الخامس بنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من خيركم عند الله؟ الفقراء والمهاجرين. في النص استفهامان استخرجهما مبينا نوعيهما ثم اعرب من. اكو استفهامين تعطيني نوعا وتعرب لمن والوقت بدأ. The game begins in 3, 2, 1. دلينا على الاستفهامين هذا وهذا وتقولي لي هذا شنو نوعه وشنو نوعه وبعدين نعرف من.
أسئلتهم سهلة وأسئلتهم صعبة 100%. هاي متعود عليها أنا. هاي متعود. مخرجنا أنا أدري بالأسئلة لو أنتم تقسمون هذا الفريق وهذا الفريق. أنا أعطي نموذجين متوازنة، هي 100% متناسبة مستحيل. الوقت بقى 40 ثانية. أتدرون من خيركم عند الله؟ الفقراء والمهاجرين. باعتبار الفقراء فقراء والمهاجرين اللي هاجروا بدون بيت أو مأوى، فصار أيضا نفس الفقير، يعني عافوا بيوتهم، شلون نقولوا حلالهم وهاجروا. نسمع الجواب. أول استفهام الهمزة تصديقي لأن جواب حرف جواب. عافية. ومن تصوري لأن جواب التعيين. عافية. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأن له فعل متعدي استوفى مفعوله. اعطيني مجال فدوة، يعني أنا هاي الحالة ما جاي أبطل والله. يقول خطأ عمو أنا ما أعرف جاوبها. عمو جاي نحل إحنا فدوة. عيدي لي الإعراب. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأن له فعل متعدي استوفى مفعوله. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم أو مبتدأ جوازا، وروح من عندش نقطة كاملة ودرجتين إلهم. صار النتيجة 14-11. إذا جاوبوا هذا السؤال اللي هو الخامس إلهم راح يكونوا متعادلين. السؤال الخامس: ما الفرق في الإعراب بين ما في ما لك وما هذا؟ ما لك وما هذا. The game begins in 3, 2, 1. إذا جاوبوا هذا السؤال راح تكون النتيجة 11. ما عندنا اليوم تعادل، نعطي السؤال فاصل. ما الفرق في الإعراب بين ما في ما لك وما هذا؟ السؤال الخامس للبنين. بعد السؤال الخامس نذهب إلى فاصل إن شاء الله. أستاذ هو إعراب واحد؟ لا، اعرب لي ما في جملة ما لك، واعرب لي ما في جملة ما هذا. ما إعراب ما في الجملتين، كل واحدة لها إعراب. 25 ثانية بقى. خمس ثواني. خلص الوقت. ها هي. جاوبني. ما لك اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم له شبه جملة. أي ما لك. أولى في محل رفع. عيد الأولى. عيد في محل رفع. أي أستاذ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع له شبه جملة. في محل رفع مبتدأ. يلا اعطيني الثانية. ما الثانية ما هذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم له معرفة. 3 درجات أيضا للولد. صار النتيجة 14 وبقى عندنا سؤالين أدب. فاصل ونواصل. عدنا إليكم بعد الفاصل. بقى عندنا سؤالين أدب بسؤالين أدب. والسؤال الأول للبنات بالأدب: وازن بين جماعة المهجر الشمالي وجماعة المهجر الجنوبي. مو عشان نحكي لي عن كذا وكذا. أكو هذا السؤال. وازن بين جماعة المهجر الجنوبي وجماعة المهجر الشمالي.
عبر نصف الوقت، 40 ثانية باقي. جواب كبير. إذا كانت أول 3 أسطر صح فهي صح إن شاء الله. يعني الوقت مختصر كبداية، صح أول 3 أسطر. 15 ثانية ينبي كتابة هواي. 15 ثانية، 10 ثوان أو 7. خلاص الوقت. جواب. المهجر الشمالي نشأ عام 1920 بالرابطة القلمية، وهي جمعية أدبية في الرابطة القلمية الذي أسسها الشاعر الأديب جبران خليل جبران في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاركوا في عضويتها ميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي، وأصدروا مجلة الساحل لإظهار إبداعاتهم الأدبية في المهجر. والمهجر الجنوبي وهي الرابطة الأندلسية، وهي جمعية أدبية أسسها الشعراء في دول أمريكا الجنوبية. جواب صح، 3 درجات. صح. سؤال الأول أدب بنين. ما يعد ميخائيل نعيمة وما عنوان قصيدته؟ اكتب له 3 أبيات مضبوطة بالشكل. ما يعد ميخائيل، عنوان قصيدته 3 أبيات، والسؤال سهل جدا. إذا جاوبوا السؤال يبقى التعادل هو سيد الموقف، ويبقى السؤال الأخير هو الحسم. 50 ثانية بقى، هواي أكثر من نصف الوقت. عشرون ثانية، 3 أبيات من قصيدته. جواب. يعد أهم رواد المدرسة الأدبية في القرن العشرين. أي. أغمض جفونك تبصر عنوان قصيدته. أي. إذا سماؤك يوما تحجبت بالغيوم، أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم، والأرض حولك أما توشحت بالثلوج، أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج من الوروج، وإن بليت بداء وقيل داء عياء، أغمض جفونك تبصر في الداء كل الدواء. بس ما تعبر علي أنا بدون ما واحد كاتب بيتين أنت. أي أستاذ. أعطيك. أنا أعتمد على الورق. أنا من قال لك تعطيني؟ أستاذ بس يعني. لا ما يخالف عمو. إحنا نعتمد على الورقة وعندنا وقت. الورقة كاتب لي بها بيتين ويروح من عندنا نص درجة، أيضا 2.5 للبنين. سؤال الثاني أدب. سؤال الثاني أدب بنات. مما تتألف مدرسة المهجر وإلى من قسم شعراءها؟ وضح ذلك. مما تتألف مدرسة المهجر وإلى من قسم شعراءها؟ وضح ذلك. عمو هذا قانون الخاطرك ما أسوي. إحنا عندنا ورقة وعندنا حلقات سابقة. اي عمو، بس عود اجيب لك واسطه واسويها، بس حتى لو حافظه وين حافظين يمين جواب. مما تتألف مدرسة المهجر وإلى من قسم شعراها؟ وضح ذلك. لا الكلام يطلع. ايه انقسموا شعراء المهجر بصورة عامة؟ شو انقسموا؟ يلا عمو كتبي. جواب. تتألف مدرسة المهجر الذي أسسها الشعراء والأدباء العرب في مهجرهم من مهجرين اثنين، مهجر شمالي ومهجر جنوبي. أي انقسم شعراها. الشعراء بالمهجر الشمالي ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماضي، وجبران خليل جبران. والمهجر الجنوبي ميشيل معلوف وشفيق المعلوف ورشيد. جواب صحيح، 3 درجات للبنات. 20. السؤال الأخير بالأدب للبنين.
السؤال الثاني: ما أهم خصائص مدرسة المهجر؟ ما أهم خصائص The مدرسة game begins المهجر؟ in 3, 2, 1. ما أهم خصائص مدرسة المهجر؟ أي يلا أعطيك وقت، ما يخالف، من يم نص دقيقة. يلا نعطيكم وقت هواي. نعم أستاذ. خلص الوقت يا الله. جواب. خصائص الموضوعية: أولا تصوير الحنين إلى الوطن. 2 الحوار مع الطبيعة والامتزاج بها. 3 تحليل النفس الذاتي. 4 نشر المبادئ السامية. هاي الموضوعية أستاذ. والفنية: التمرد على الغرابة. 2 عدم التكلف باللغة المستعملة. 3 الحرص على اللغة الحية المستعملة. 4 بساطة والجواب التركيب. صحيح، 3 درجات. ونهاية المباراة 20 بنات 19.5، ولا زال حظ أيضا، عندكم حظ ثاني إن شاء الله. كنا معكم وبرنامج كنوز الفرزدق، معكم الأستاذ رعد الكناني. شكرا.